السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير، ويا أهلا مرحبا بكم في قناتكم فيا سكالف بيوتي، القناة اللي بتقدم لكم وصفات طبيعية ونصايح فعالة وكل شيء يخص جمال الشعر والبشرة بأسلوب بسيط ومن القلب. إذا تبون شعركم يصير ناعم صحي ويلمع من أول استعمال، اضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، لأنه كل فيديو عندنا بيسوي فرق كبير في روتينكم اليومي. خلوني أسألكم سؤال بسيط وجاوبوا بينكم وبين نفسكم. هل حسيتوا إن شعركم تغير، صار جاف فجأة، باهت، أو كل يوم مزاجه شكل، ولا فروة راسكم صارت تتحسسكم وتحككم طول اليوم؟ يمكن تحسون شعركم كان حلو قبل بس الحين فقد اللمعة والنعومة وصار يتساقط بسرعة. إذا جاوبتوا بنعم فهالفيديو مخصوص لكم، لأن اليوم بسوي معاكم DIY شامبو أعشاب طبيعي، مكوناته بسيطة لكنه بيفرق في النتيجة وبيعطيكم تغيير واضح من أول أسبوع. الخلطة اليوم تعتمد على 3 مكونات فقط، لكن تأثيرهم كبير جدا. أول بطل عندنا هو الإملا. الأملا يعتبر كنز طبيعي يعزز من نمو الشعر ويمنع التقصف ويرجع لشعرج الحيوية والقوة. وإذا شعرك يبهت بسرعة وما في حياة، فالأملا هو اللي بيرد له اللمعة من جديد. ثاني مكون هو الشيكاكاي. هذا منظف طبيعي لفروة الراس، يهدي الحكة ويشيل الدهون الزايدة بدون ما يجفف الشعر، يساعد على تقوية البصيلات ويقلل من التساقط بشكل ملحوظ. وثالث مكون هو الريثة، ويعرف بصابون الجوز، يعطي رغوة طبيعية لطيفة ويترك الشعر نظيف ولماع. الريثة ممتازة للأشخاص اللي يعانون من القشرة، وتساعد على تنظيف الشعر من الأعماق بدون مواد كيميائية. طريقة التحضير: خذي ملعقتين كبار من كل مكون، الأملة، الشيكاكاي والريثة، حطيهم في قدر وضيفي عليهم لتر ماء عادي. غطي القدر واتركيهم منقوعين طول الليل علشان الأعشاب تطرى وتفرز زيوتها. ثاني يوم حطي القدر على نار هادية وخليهم يخلون شوي شوي، ولا ترفعين النار لأننا ما نبي نحرق المكونات. خليه يغلي حوالي 20 إلى 30 دقيقة لما يظل تقريباً نفس كمية الماء أو يقل شوي بس. عقب ما يبرد، اهرسي الأعشاب زين عشان نطلع منها كل الفوايد. بعدها صفي الماء، ولو تبين تضيفين شامبو أساس طبيعي ممكن تحطين ملعقة أو ملعقتين، خصوصاً لو كنتي تستخدمي زيوت للشعر. لكن لو تبين الوصفة تبقى طبيعية خلاص استخدميها مثل ما هي. طريقة الاستخدام: بلي شعرك بالكامل بماء دافي. خذي كمية من الشامبو العشبي وابدأي دلكي فروة الراس بأطراف صابعك بلطافة بحركات دائرية. خليه على الشعر 2 إلى 3 علشان الأعشاب تشتغل عدل. بعدين اغسليه بمي فاتر، ولا تستخدمي أي شامبو ثاني معاه. ممكن تستخدمينه مرتين في الأسبوع، وإذا شعرك جاف جداً مرة تكفي. بتحسين من أول أسبوع إن شعرك صار أطرى، أسهل في التسريح ومليان لمعة. هالوصفة بعد تنفع للي عندهم شعر أبيض، لأن مع الاستمرار الإملاء تساعد على تغميق الشعر بطريقة طبيعية. إذا عجبكم الفيديو عطونا لايك واشتركوا في قناة VS Gulf Beauty وفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل وصفاتنا الجديدة أول بأول. كتبوا لنا في التعليقات تجربتكم بعد الاستخدام أو أي وصفات تبون نجربها في الفيديوهات الجاية. نشوفكم في فيديو ثاني قريب إن شاء الله. في أمان الله والله يحفظكم.